السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. طبعا جبنا لكم النهاردة موقع استثمار لسه جديد. الموقع ده بتبدأ الخطط بتاعته من ساعتين و12 ساعة و24 ساعة. طبعا الموقع لسه جديد يا شباب وموقع كويس، واللي هيدخل يستغل الموقع من بدايته طبعا هو اللي هيكون كسبان. يلا مع بعض نروح نشوف الشرح، وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنساش تضغط لايك واشتراك في القناة لو انت مش مشترك. طبعا نظام الموقع يا شباب هنشرحه بالتفصيل من الداخل بعد ما نتعلم طريقة التسجيل. طريقة التسجيل سهلة جدا. طبعا هتضيف هنا البريد الإلكتروني بتاعك وتعمل كلمة سر وتعيد نفس كلمة السر مرة تانية، وبعد كده تضغط على اشتراك. أول ما تضغط على اشتراك هتكون طبعا عملت حساب بالفعل. أول ما هتسجل على طول على الموقع هيفتح معاك بنفس الواجهة اللي هي قدامك دي. تمام، خلينا نتعرف على الخطط الأول. الخطط بتبدأ يا شباب من ساعتين تمام و12 ساعة و24 ساعة و72 ساعة و122 ساعة و168 ساعة. طبعا الموقع لسه جديد، واللي هيدخل يستغل الموقع من اول بدايته طبعا هيستفاد. طبعا نظام الخطط بتاعتنا ونظام شغلنا يا شباب على الموقع انك انت تدخل تستغل الموقع في البداية وتاخد منه اللي تقدر تاخده منه، يعني مثلا تشتغل 5 ايام اسبوع تمام وتسحب رأس مالك وتشتغل بالارباح. تمام، يعني ما تغامرش اكتر من 10 ايام على الموقع، اسبوع 5 ايام وتشتغل بالارباح. تمام. نظام طبعا كل خطه وليها تفاصيلها. طبعا انا عملت ايداع في الموقع وحبيت ان انا اجرب الخطط الاول، وهنعمل مع بعض اثبات سحب. طبعا انا انضميت لخطتين هنا. تمام، اول خطه ساعتين والتانيه برضه نفس الكلام ساعتين. وبعد ما خلصت الخطط تمام هعمل اثبات سحب علشان نشوف نظام الموقع. طبعا نروح على دعوه الاصدقاء. دعوه الاصدقاء من هنا يا شباب مستويات. المستوى الاول 15%، والمستوى الثاني 8%، والمستوى الثالث 4%، لحد المستوى الخامس. طبعا الموقع فيه 5 مستويات. هنا طبعا يا شباب هنروح على الملف الشخصي. طبعا اول ما هتيجي على الملف الشخصي بتاعك تمام دي ارباح اليوم. طبعا انا شغلت خطتين علشان تمام اعمل اثبات سحب. انا دلوقتي معايا $151. هسحب من $151 هسحب منهم $20 تجريبي علشان نشوف السحب بتاع الموقع نظامه ايه. طبعا السحب بيقول لك من 5 دقايق ل3 دقايق. هنا عندك الاشعار. تمام، تقدر تشغل اشعارات من هنا. هنا الفريق بتاعك، تفصيل الفاتورة، تعديل كلمة المرور، تعديل كلمة مرور الدفع، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. طبعا أول حاجة هنروح عليها احنا دلوقتي هنضغط على تعديل كلمة مرور الدفع. هتيجي عند تعديل كلمة مرور الدفع هتلاقي البريد الإلكتروني بتاعك طبعا مكتوب هنا. كل اللي عليك إن أنت هتدخل كلمة سر تسجيل الدخول اللي أنت مسجل بيها، وهتكتب هنا كلمة مرور مكونة من 4 أرقام علشان تستخدمها في السحب. طبعا اول ما هتعدل كلمة المرور بتاعة الدفع بتاعك هيقول لك تم تفعيلها بنجاح. هتيجي هنا بعد كده هتضغط على تعبئة رصيد او ينسحب. طبعا خلينا نتعرف الاول على طريقة تعبئة الرصيد. اول ما هتضغط طبعا على تعبئة الرصيد هيروح ظاهر معاك بنفس الشكل ده. هتروح انت ضاغط على الخيار اللي قدامك ده. تمام، تضغط على الصورة اللي قدامك دي وهتكتب المبلغ. المبلغ بيبدأ أقل مبلغ $10 في الموقع، وليكن أنت هتعمل مثلا $10 $50. تمام، ودي فرصة اللي هيدخل يشتغل في الموقع تمام من البداية يا شباب. تضغط بعد كده على يقدم. هيجيب لك على طول عنوان المحفظة بتاعتهم. هتضغط على عنوان النسخ. هتاخد عنوان المحفظة نسخ وتروح تحول الأموال، وهتنتظر لما التحويل يتم. بعد كده هتروح راجع على الموقع هتلاقي الرصيد بتاعك وصل لك. بعد كده هنيجي تمام لو انت هتعوز تسحب بعد كده هتضغط على سحب. طبعا بعد ما بتنتهي الخطة بتاعة الاستثمار تقدر تسحب راس مالك وارباحك في اي وقت. الخطط طبعا لو داخل خطة ساعتين تقدر انك انت تسحب فلوسك بعد الساعتين 12 ساعة وهكذا. طبعا احنا دلوقتي هنضغط على سحب المال. طبعا انا دلوقتي معايا $151 كلها اقدر ان انا اسحبها بالكامل. هنا هيطلب منك عنوان المحفظة بتاعة اليو اس تي بتاعتك هتضيفها. تمام، هنا بيقول لك عنوان ملزم. تمام، بعد كده هتضغط على كمية المبلغ. خلينا احنا الاول نضيف عنوان المحفظة بتاعتنا. اول ما جبت عنوان المحفظة اروح ضغط على عنوان ملزمة كده. تمام، يتأكد من العنوان. نضغط على يتأكد. هنا هتروح عامل كلمة المرور اللي احنا ذكرناها مع بعض ورحنا عملناها. كلمة المرور المكونة من 4 أرقام. أول ما هتضيفها يقول لك
نجحت. يعني كده انت ربطت عنوان محفظتك. عنوان المحفظة دي لازم تركز فيه علشان مش هينفع تغيره غير من خلال الدعم، ودي شيء كويس علشان بيحصل زي نظام اختراقات من الناس. تمام، ممكن حد يخترق حسابك ويسحب الأموال بتاعتك. طبعا هنا يا شباب هتكتب المبلغ اللي هتسحبه. أنا دلوقتي هعمل 21 دولار اللي هي موجودة معايا دي. تمام، وهضغط على يقدم. هنا بيقول لك تكلفة الخدمة 60، يعني ايه؟ 0.60. يعني هيوصلني من ال21 دولار، هيوصلني 20 دولار 87 سنت. يعني حاجة مش مستاهلة، مش محصلة حتى 12 سنت من من ال21 دولار. اضغط على يتأكد، هكتب كلمة مرور السحب، وقال لي تم تقديم الطلب بنجاح. انا كده عملت تقديم لطلب السحب بتاعي. تمام، هنستنى. احنا دلوقتي الساعة معانا كام بتوقيت مصر؟ الساعة 11:33. هنشوف يا شباب السحب اخد معانا قد ايه. اخد معانا 3 دقايق، 5 دقايق، 10 دقايق. طبعا هنذكر ده في الفيديو بعد ما يوصل لينا السحب. طبعا نروح نكمل شرح، نشوف اي حاجة في الموقع تاني نكملها. هنا طبعا عندك لو عايز تعدل اللغة بتاعتك، تمام، تختار اللغة العربية من المكان ده. تمام، هنا الفريق بتاعك لو عندك فريق. هنا زي ما قلت لك اول حاجة هتعملها تضغط على تعديل كلمة مرور الدفع. تمام، هنروح طبعا احنا دلوقتي قدمنا على طلب سحب، هنروح على الصفحة الرئيسية، هنيجي هنا نضغط على شاهد المزيد. تمام، هنضغط على خطة ال24 ساعة، نضغط على التفصيل. تمام، كل شخص طبعا حر في الخطة اللي هو عايز يشتغل عليها. بس طبعا يا شباب ده موقع لسه جديد وليه جروب ولسه جديد، ودي فرصة لو انت هتستغل من الموقع من بدايته. عايز تستغل الموقع وتستفاد منه، خد لك من الموقع 5 ايام او اسبوع، وبعد كده اشتغل بالارباح، ما تشتغلش برأس المال. تمام، انا هضغط دلوقتي على التفصيل في خطة ال24 ساعة. تمام، انا معايا دلوقتي 130 دولار. تمام، بيقول لك الخطة اقل مبلغ، لحظات. طبعا هنا بيقول لك اقل مبلغ 10 دولار تقدر تدخل بيه في الخطة. انا دلوقتي هعمل 130 دولار اللي هي موجودة معايا. تمام، واضغط على يتأكد، وهيقول لي شراء ناجح. طبعا دي الخطط هتكون ايه في التقدم، هيرجع لك الفوائد بتاعتك زي ما انت شايف الدخل التراكمي وفوائد اليوم. ترجع للخلف. تمام، ده نظام الخطة. طبعا احنا دلوقتي مش قدامنا غير ان احنا نستنى السحب. طبعا اعلى خطة تمام يا شباب اللي هي 168 ساعة. 168 ساعة. كل خطة طبعا مبنية على الارباح بتاعتها. يعني الخطة بيقول لك بعد كام يوم، بعد 168 ساعة هترجع لك ربح صافي 31% من رأس مالك. طبعا خطة ال12 الساعتين بيرجع لك 0.23%. هنا بيرجع لك تمام في خطة ال12 ساعة. تمام، يعتبر ال100 دولار في ال12 ساعة هتجيب لك 1 دولار. طبعا على ما أظن السحب وصل يا شباب. السحب بيوصل في وقت بسيط خالص زي ما أنت شفت. وصلني 20 دولار 87 سنت. تمام، زي الفل. طبعا يا شباب دي فرصة اللي هيشتغل على الموقع. انت ممكن تدخل على الموقع. تمام، زي ما انا بعمل. انا دايما اي موقع بدخل عليه زي ما انت شايف بستغله بمبلغ كبير، مثلا 100 دولار 150 دولار، اشتغل عليه 5 ايام 6 ايام بالكتير، وبعد كده بروح ساحب راس مال وبشتغل بالارباح. ما بشتغلش براس مالي على الموقع على طول. يعني ما بشتغلش براس مالي مثلا وقت كبير، لا، بستغله في بدايته بمبلغ حلو كده، اجمع منه 50 دولار 30 دولار ارباح، وبروح ساحب راس ماله وروح شغال بالارباح بتاعته. ده اضمن شيء ليك بخصوص التعامل والشغل على المواقع. وكده يا شباب هيكون نهاية الشرح بتاعنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.